مبدئيا كنت حابب اتكلم عن مباراة النادي الاهلي الاخيرة اللي كانت ما بين النادي الاهلي ونادي سموحة، وطبعا باللي خلصت بنتيجة التعادل السلبي علشان النادي الاهلي يفضل في صدارة الدوري. بالنسبة لمباراة النادي الاهلي وسموحة، مباراة النادي الاهلي وسموحة بالنسبة لي مقسومة لجزئين، جزء خاص باللعيبة وجزء خاص بالمدرب واللي هو مارسيل كولر. نتكلم على اللعيبة الاول. تقريبا لعيبة النادي الاهلي ما كانش عندها خلفيه ان عندهم ماتش مع سموحه في استاد الاهلي والسلام، فما راحوش الماتش. يعني لعيبه النادي الاهلي ما راحتش ماتش سموحه، هم ما حدش قال لهم ان انتوا عندكم ماتش، فبالتالي ما حدش راح. شفنا استهتار ما بعده استهتار. شفنا النادي الاهلي بيقدم اسوأ مباراه في تاريخه بالنسبه لي من ساعه ما وعيت، ومن ساعة ما فهمت كورة، ومن ساعة ما بديت اتفرج على كورة، ومن ساعة ما بديت اشجع النادي الاهلي. اسوأ مباراة في تاريخ النادي الاهلي بالنسبة لي. يعني ايه النادي الاهلي بيلعب مباراة مفيش ولا جملة، مفيش بصح، مفيش ربط ما بين نص الملعب وما بين خط الدفاع، مفيش ربط ما بين نص الملعب وما بين خط الهجوم. نص الملعب بيلعب لوحده، الهجوم بيلعب لوحده، الدفاع بيلعب لوحده، وكأنهم بيلعبوا خماسي. يعني هم كأنهم بيلعبوا خماسي، مش بيلعبوا في ملعب 11، لا دول بيلعبوا خماسي. كل خط بيلعب في مكانه، ملوش علاقة بالخط التاني. الوسط ملوش علاقة بالهجوم، الهجوم ملوش علاقة بالوسط، الوسط ملوش علاقة بالدفاع، والدفاع ملوش علاقة بالوسط. كل خط مع حاله مع نفسه. وبالتالي شفنا أسوأ مباراة للنادي الأهلي. شفنا النادي الاهلي ما بيعملش باص صح، شفنا النادي الاهلي ما فيش سبرنتات، شفنا النادي الاهلي ما فيش عرضيات، شفنا النادي الاهلي تقريبا ما عملش ولا هجمه على مرمى الهاني سليمان. هل ده طبيعي؟ انت راجل بتنافس على دوري، انت راجل رايح افريقيا، انت راجل رايح كاس عالم، انت راجل عندك كميه بطولات غير طبيعيه، عندك كميه مباريات غير طبيعيه. هو ده التأهيل. انا ما عنديش مشكله ان الاهلي يخسر، ما عنديش مشكله الاهلي يتعادل. يعني هي الكوره كده، كوره مكسب وخساره، وارد ان انت تخسر، وارد ان انت تتعادل، وارد ان انت تكسب، كل حاجه وارده في الكوره. بس العب، اعمل اللي عليك. لعيبه النادي الاهلي هي مش ما لعبتش، هي مش لعيبه النادي الاهلي ما عملتش اللي عليها، هي لعيبه النادي الاهلي ما راحتش الماتش اصلا. وطبعا مستوى لعيبه النادي الاهلي هو مش مهتز ولا متغير من ساعه مباراه سموحه، لا، مستوى لعيبه النادي الاهلي متغير من ساعه مباراه المقاولين اللي كانت في الكاس، اللي كسبناها بالعافيه بضربات الجزاء. بعد كده جينا لعبنا فيوتشر بتتعادل معاهم وهم مطرود منهم واحد في الشوط الاول، وفيوتشر بتعمل معاك ماتش. تيجي تلعب فاركو بتكسبه في اخر ثانيه في المباراه، مش عشان انت حلو، مش عشان انت كنت كويس، لا، عشان خاطر الجماهير اللي بتروح وراك واللي بتشجع. يعني احنا كسبنا ماتش فاركو عشان خاطر الجماهير مش خاطر اللعيبه. عشان تيجي تكمل بقى المستوى السيء بأسوأ ما يكون، يعني على ما اعتقد لعيبه النادي الاهلي مش هتقدم أسوأ من كده عشان تتعادل مع سموحه بنتيجه 0-0. حزين على مستوى لعيبه النادي الاهلي، حزين على ضياع روح النادي الاهلي. انا في ماتش سموحه ما شفتش روح النادي الاهلي، ما شفتش روح الفانيلا الحمراء. اللعيبه دي محتاجه تفوق، اللعيبه دي محتاجه تتقرص، اللعيبه دي محتاجه تركز، محتاجه تفهم ان هي بتلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بطوله ولا 2 ولا 3، النادي الاهلي بطولات. هتكسب بطوله هتبتدي تركز في البطوله اللي بعديها. فلعيبه النادي الاهلي محتاجه تركز ومحتاجه تفوق. وخلي بالك لو الجماهير غضبت عليك يا ويلك منها، يا ويلك من جماهير النادي الاهلي لو غضبت عليك. ده كان بالنسبه للعيبه. نيجي بقى لمقلب الموسم. بالنسبه لي هو مقلب الموسم، الا وهو المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر. شفنا مارسيل كولر مع النادي الاهلي بدأ الموسم باحراز السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، حاجه عظيمه، حاجه مشرفه، حاجه كبيره جدا، وعملت مباراه كويسه جدا. فضل مع النادي الاهلي 7-8 مباريات بيكسب حلو، ولكن احنا كجماهير للنادي الاهلي كنا فرحانين بالمكسب، كنا فرحانين بمستوى اللعيبه اللي كانت مريحه من قبل نهايه الموسم اللي فات، كنا مبسوطين بالاداء، كنا مبسوطين من المدرب، وقلنا مارسيل كولر وليه بصمه وبصمته باينه على اللعيبه. خصوصا شفنا تألق كريم فؤاد وشفنا تألق بعض اللعيبه
فقلنا ان مارسيل كولر هو اللي هيعوض غياب ريني فايلر. جميل. مش هتكلم يعني انا مش هتكلم على اغلبيه الماتشات اللي النادي الاهلي لعبها وحش اللي هم اخر 4 ماتشات، ولكن هتكلم بالاخص على مباراه النادي الاهلي مع نادي سموحه. جميل. بعيد عن اللعيبه كان مستوى زفت وده كلنا شفناه. حلو. دايما وكلنا عارفين واللي فاهم كوره فاهم وعارف ان الشوط الاول شوط اللعيبه، الشوط التاني دايما هو شوط المدربين. انت اللي بتبدا الماتش بيبقى فيه شوط اللعيبه هي اللي مسؤوله عنه، وانت بدورك كمدرب قاعد بره فبتتفرج، بتشوف ايه اللي حاصل، بتشوف مجريات المباراه، بتشوف مين اللي ضاغط، بتشوف مين اللي احسن، بتشوف. فبالتالي بتنزل الشوط التاني عندك معطيات من الشوط الاول، انت في فريق بتلعب قدامه وبيلعب بالطريقه الفلانيه فانت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. جميل جدا. فطبعا شفنا الشوط الاول النادي الاهلي ما عملش حاجه، يعني ما راحوش، النادي الاهلي ما راحش الشوط الاول، وده قلنا كلعيبه. نيجي بقى للمدرب. بدأنا الشوط التاني مبدئيا مفيش تغييرات، يعني مفيش تغييرات. هل انت كنت مستني ايه عشان تنزل الشوط التاني بتغييرات؟ مين كان عندك كويس فبالتالي فضلت محافظ عليه؟ كل اللعيبه بلا استثناء كانت وحشه، ما كانش عندك غير الشناوي هو اللي كويس، فبناء عليه ينزل الشوط التاني من غير تغييرات. ده اول حاجه. تاني حاجه، فين تقسيمتك للمباراه؟ يعني انت كمدرب المفروض بتبقى حاطط خطه للمباراه، مثلا اول ربع ساعه هلعب بالطريقه الفلانيه، اول تلت ساعه هلعب بالطريقه الفلانيه، عدى نص ساعه هلعب بالطريقه الفلانيه، جبت جون في اول الماتش هيحصل كذا، جه فيا جون في اول الماتش هعمل كذا. ولكن احنا بنشوف مارسيل كولر ما بيعملش حاجه. انت كسبان انت خسران، مارسيل كولر ما بيعملش حاجه. حتى في تغييراته بحسها عقيمه، ما فيهاش فكره، ما فيهاش تطور، ما فيهاش حاجه، يعني ما بتفتش. انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتطلع مهاجم تنزل مهاجم، تطلع باك يمين تنزل باك يمين، تطلع باك شمال تنزل باك شمال. ما بشوفكش خلال المباراه بتغير طريقه اللعب، مثلا بادي 4-3-3 فتبتدي تلعب 3-5-2، فتبتدي تلعب 5-3-2، فتبتدي تلعب بايا كان، فتبتدي تغير طريقه، فتبتدي تشيل لعيب وتنزل لعيب تاني في مركز تاني وتغير اماكن. ما بشوفش ده من مارسيل كولر، ولحد دلوقتي ما شفتوش. وده ما يعني الا ان هو يا اما ما عندوش فكر، يا اما مش عارف يتحكم في خامة اللعيبه اللي معاه، وسواء ده او ده فده فشل. دي حاجه. نيجي بقى لتعامله مع اللعيبه. انا مش شايف لمارسيل كولر اي لمسه على اي لاعب في النادي الاهلي في القايمه كلها. مفيش لاعب بشوفه بيتطور، مفيش لاعب بشوف اسلوب لعبه بيتغير، مفيش لاعب بشوفه بيعلى بمستواه. انت منذ بداية الموسم مفيش ولا لاعب من اللعيبة اللي كانت توب عندك فضل ثابت على مستواه. مش هقول لك عالي، لا، فضل ثابت على مستواه. انت اللعيبة عندك بتقل، الدور الاساسي في دور اللعيب، بس انت كمدرب فين دورك؟ انت كجهاز فني فين دورك؟ بتعمل ايه مع اللعيبة؟ انت بتعمل ايه مع اللعيبه؟ لا، عندك لعيب زي كريم فؤاد تألق واحرز اهداف، اشتغلت عليه في ايه؟ اشتغلت معاه في ايه عشان يعلى ويتطور؟ عندك مهاجم خطير زي محمد شريف، بتعمل معاه ايه؟ بتحاول ترجعه لمستواه ازاي؟ احنا شايفين مارسيل كولر مش مقتنع بولا شادي حسين ولا حسام حسن ولا محمد شريف. واللي بيأكد لك دوت سيد الفاضل ان هو اوقات لعب ببيرسي تاو كمهاجم واوقات لعب ببرونو سافيو كمهاجم. فمعنى كده ان انت مش مقتنع بالثلاث مهاجمين اللي عندك. لا، انت عندك محمد شريف موهبة، الموسم اللي قبل اللي فات واخد هداف الدوري، موهبة جامدة جدا. لولا الظروف ولولا شخصيته اللي محتاجة يشتغل عليها شوية، محمد شريف لو حد اشتغل معاه هيرجع لسابق عهده. لما انت مفيش اي اثر ليك كمدرب او كمدير فني على اللعيب عندك اللي انت عارف ان هو مستواه كويس،
بس محتاج ثقة، محتاج حد يساعده، محتاج حد يمدله ايده. فانت دورك كمدرب فين مش عارف. حاجة تانية، ومن اهم اسباب ان النادي الاهلي مستواه سيء اخر 4 مباريات، الروتيشن اللي هو بيقول عليه. انا اللي اعرفه عن الروتيشن دوت ان انا اكون مفنش دوري وناقص لي مثلا 3 4 5 مباريات. اللي اعرفه عن الروتيشن ان انا يكون عندي لعيبه مصابه واللعيبه اللي على الدكه مش زي اللعيب المتصاب، فببتدي اعمل روتيشن. في حاله ان اللعيبه الاساسيه عندي اهلكت بدنيا واستهلكت بدنيا وانا محتاجهم معايا الفتره اللي جايه، فببتدي اعمل روتيشن. انما انت منذ بدايه الموسم بتعمل روتيشن على اساس ايه؟ يعني انت بتعمل روتيشن على اساس ايه؟ مين عندك مرهق؟ اللعيبه دي مريحه من قبل الموسم اللي فات ما يخلص، فانت مين عندك مرهق؟ انت من اهم اسباب فشل النادي الاهلي في اخر 4 مباريات عدم تثبيت التشكيل. يعني ايه النادي الاهلي ما عندوش تشكيل ثابت؟ يعني ايه ماتش تبدا ببرونو سافيو مهاجم، الماتش اللي بعديه تبدا ببرونو سافيو صانع لعب، ماتش تنزل قفشه اساسي، ماتش التاني تسحب قفشه، تنزل حسين الشحات اخر 10 دقايق يعمل لك جون والتاني، وتيجي الماتش اللي بعديه ما تلعبوش، شادي حسين ينزل معاك يجيب جون، يجي الماتش اللي بعديه تطلعه من القايمه. انا مش فاهم مارسيل كولر دماغه فيها ايه. ومن وجهه نظري التي لا قيمه لها، مارسيل كولر مقلب السنه دي بالنسبه للنادي الاهلي، وقريب جدا لو المستوى فضل على النظام ده مارسيل كولر هيغادر النادي الاهلي. توقع وخدها مني، وهبقى افكرك ان لو مارسيل كولر فضل ده نظامه وفضل ده اسلوبه وفضل دي طريقته هيغادر النادي الاهلي قريب جدا. هو بيقول انا محتاج صفقات. عظيم جميل، انت اللعيبه اللي عندك اشتغلت عليها في ايه؟ انت عملت ايه مع اللعيبه اللي عندك عشان خاطر تحتاج صفقات؟ لا شيء، من وجهه نظري لا شيء. ما شفتش لعيبه تطور معاك، اللعيبه كلها بتلعب بمستوياتها العاديه بتاعتها اللي احنا عارفينها بيها. ما شفناش لعيب في حاجه فيه اتغيرت. بتقعد قفشه دكه بعد ما بيلعب معاك 90 دقيقه وبيكون نجم المباراه بالنسبه لك كنادي اهلي، تقوم جاي الماتش اللي بعديه مقعده دكه. مش فاهم. شادي حسين ما بيدخلش القايمه اصلا، ده صفقه جديده حضرتك، انا مش دافع فيه فلوس عشان خاطر اجيبه ومش هقعده دكه، لا ده انا بخرجه بره القايمه. كلنا شفنا مستوى شادي حسين، كلنا عارفين شادي حسين ما خدش فرصه، لعب ماتش، لعب 10 دقايق، هي دي الفرصه اللي على اساسها شادي حسين اتقيم. هل انت بتقيم من التدريبات؟ في حاجه غلط جوه النادي الاهلي، في حاجه غلط في غرفه ملابس النادي الاهلي. نتمنى تتعالج في القريب العاجل، عشان لو النادي الاهلي فضل بالطريقه دي وبالاسلوب ده، ولو مارسيل كولر فضل بالطريقه دي وبالاسلوب ده، النادي الاهلي هيبتدي ياخد منحدر غير طبيعي محدش يتمناه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو الفيديو عجبكم فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك دعما لحبايبك اخوك محمد محسن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.